بصوا اديني خلصت اهو. عملت 18 قطعه من المقادير اللي هقولكوا عليها، طلعوا في منتهى الجمال. وانا مرضتش اشيلهم من على الورقه اللي هي بتاعه ورق الزبده، عشان تعرفوا ان انا اللي عاملاه، يعني مش جايباه بقول لكم كده. عادي تاني. السلام عليكم ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين جميعا. النهارده بقى راس السنه، وقلنا لازم ما نعديش كده، رغم ان انا تعبانه والله. قلت ما نعديش ان شاء الله اليوم ده، لازم بنعمل حاجه حلوه. فالولاد قالوا لي لازم تعملي حاجه حلوه، فقلت اعمل حاجه حلوه اشاركها معاكم. انا عملتها وخلصتها تقريبا وحطيتها في الصاج ونسيت اصورها، فقلت قبل ما احسن صورتها بعد ما تستوي يمكن يقولوا ان انا مش عاملاها، فقلت ايه اصور لكم الفيديو الصغير ده قبل ما اسويها، وبعد كده هصور لكم ازاي زوقناها وهتطلع معانا شكلها عامل ازاي. ودي شوفوا تكسير البيض والحاجه كلها محطوطه لسه، ما شلتش حاجه، بس قلت اصور لكم وبعدين نزوقها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي، وان شاء الله تكون تجربه جميله. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما طلع من الفرن شكله في منتهى الجمال. شكله ان شاء الله هيبقى جميل جدا. لا لونه الكاميرا مش جايباه كويس، ده هو لونه جميل جدا. بصوا بصوا اللون بتاعه حلو جدا 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 ورايق وجميل جدا. بعد 12 دقيقة حطيته في الفرن 12 دقيقة وطلع في منتهى الجمال. هغطيه بقى كده بورقة زبدة واحط عليه كمان فوطة علشان يعرق ويبرد. يعرق ليه؟ علشان اشيل الوش بتاعه، اعرف اشيل الوش بتاعه ويبرد، علشان اقدر بعد كده نزوقه مع بعض بقى ان شاء الله. هبقى اوريكم برضو احنا بنزوقه مع بعض. بصوا بقى انا خلصت وعملته خلاص، بس طبعا ما رضيتش اشيله كله من على الورقه علشان تشوفوا ان انا لسه عاملاه وحطاه على الورقه زي ما قلت لكم ان انا ما كملتوش، فبوريكم ان انا كملته اهو ولسه على الورقه اللي هي بتاعه اللي هي الورقه اللي بفرشها تحتيه، اللي هي الورق ورق المطبخ اللي بفرشه تحتيه في الصاج يعني، عشان تشوفوا ان انا لسه حاطاه وما كملتوش اهو بنقله. شايفين اللي في الطبق كام؟ طلعت المقادير عملت لي كام قطعه؟ 18 قطعه. 18 قطعه جاتوه. القطعه اقل من دي والله العظيم، اقل من دي خالص خالص. انا لسه كنت في المحل وبسأل وكنت هجيب، لقيتها صغيره عن دي خالص، يعني ب 30 جنيه القطعه. ومحل اي يعني مش واو، مش عايزه اقول اسامي، بس هو محل مش واو قوي يعني، بس هو عشان جنبي كنت هجيب منه. سالت لقيت الحته ب 30 جنيه. المقادير البسيطه دي عملت لي 18 قطعه، يعني دستة ونص وتحفه وما خدتش وقت. وبصي بقى جميله، بس انا لسه كمان ما حطيتهاش بقى في الفريزر. لما الكريمه بقى تمسك كمان في الفريزر شويه هتبقى روعه. بصي شكلها وجمالها، بص في الشوكه عامله ازاي، وهقول لكم التفاصيل وعملتها ازاي. جميله جميله جميله. الله ما شاء الله على الطعم، جميل روعه وغني وحاجه متكلفه ونظيفه. ده تتحط بقى في التلاجة شويه دي، اتفرجوا على طعمها وجمالها. 18 قطعه عملتهم بمكونات بسيطه جدا، مش مكلفه. يعني مش عايزه اقول لك، يعني انت لو شفتيها وجربتيها هتعمليها كل يوم. هكمل الفيديو واحطهم انقلهم بقى هنا، دول الباقيين دول ارصهم هنا اهو، وبعدين اروح احطهم في الفريزر او في التلاجة شويه، ساعه كده ولا حاجه. تطلعيها بقى تلاقي الكريمه ايه من. انا بقى اشتغل في الكريمه بقالي يعني ضربها بقالي ربع ساعه ولا اكتر وانا بشتغل، فتحسي ان انا ايه بقى لي وقت يعني. بصوا بصوا عامله لكم الطبق قد ايه. انا عايزه ارصهم لكم في الطبق عشان تشوفوا الكميه طالعه قد ايه ما شاء الله. لا تعيد لي بقى عشان ايه، عشان مفيش وقت، عشان انا ماسكه الموبايل بايد والبتاع بايد. بصوا 18 قطعه
يعني مساعديه اعدهم لكم. اخلص بقى كده عشان ايه اقدر اعدهم لكم قدامكم اهو. اهو مش الطبق مش هيسحهم كلهم. بصوا قد ايه، بصوا كام قطعه، 18 قطعه. واجي هنا 4 قطع لسه على الورق. بصوا 4 قطع هم على الورق لسه، غير الطبق ده كله بمكونات بسيطه جدا. يعني مش هتقولوا ابدا ابدا ان دي المكونات البسيطه دي هتطلع كل الكميه دي. حاجه فخمه محترمه جميله جدا بكريم جانتيل متحده. يعني مش عارفين لما بقول لكم متحده دي، طبعا انتوا فاهمين يعني ايه المتحده دلوقتي. المتحده ب 340 دلوقتي، اللي كنت بجيبه ب 80 جنيه بقى ب 340 جنيه كريم جانتيل متحده. عملت بكوبايتين كريم جانتيل، وعملت بكوبايه الا ربع معاهم كريم باستري. عمل لي كل المهرجان ده بالحاجات البسيطه ديت. حاجه يعني ولادي اتبسطوا وانا اتبسطت طبعا. مهما كنا جبنا من بره هنجيب ايه؟ هنجيب دستة، وبكام يعني هتبقى الدستة؟ ب 400 جنيه. لكن هنا عملت بربع الثمن تقريبا، يعني كمية مضاعفة. اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله ما تنسونش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء. وبما اني انا اشتغلت قبل ما افتح قبل ما اسجل الفيديو، قلت بقى ايه، لسه ما قلتلكوش المقادير. هقول لقوا بقى المقادير اللي انتوا هتنبهروا لما تشوفوا. عملنا الكميه دي كلها اللي هم 18 قطعه جاتوه بقد ايه. عملناها بكوبايه واحده دقيق زائد معلقتين كبار دقيق، يعني تعايري كوبايه ومعلقتين تانيين دقيق جنبها. وبعدين نحط كمان 5 ملاعق كبيره نشا، ونحط معلقتين صغيرين بيكنج باودر. لو انت عايزه تعملي نص الكميه ديت هتعملي نص الكميه، تقسمي كل حاجه على 2. ليه انا عملت ده؟ ليه؟ على اساس انك انت مش كل شويه هتعملي بقى دي، انت ايه، هتعملي 18 قطعه على طول مع بعضهم. عايزه تنصصي الكميه نصصي واعملي زي ما انت عايزه. اقول لك المقادير الكميه الكبيره تاني كام. هتعملي كوبايه دقيق ومعلقتين دقيق كبار تانيين معاها، زائد 5 معالق نشا كبار، زائد معلقتين صغيرين بيكنج باودر. هتنخليهم مرتين 3. تنخليهم مرتين ايه 3، لان احنا بنعمل بدقيق عادي. الدقيق ده دقيق عادي مش سبونج، فاحنا هنحاول ايه ندخل فيه هوا كده علشان يبقى زي السبونج واحلى ان شاء الله، وطلع اجمل من السبونج كمان. انا اخر مره جبت دقيق السبونج طلع مش حلو، الظاهر بقى ابتدوا يغشوه عشان الغلا. فانا عملته ده بالدقيق العادي وهتشوفوا هيطلع جميل. المهم بس نخليهم كلهم كده على بعض مرتين 3 وتركنيهم على جنب. هتجيبي طبق كبير يكون ناشف، تنشفي فيه الفوطه كويس كده علشان ما يبقاش فيه اي ميه، وتكسري فيه 8 بيضات. 8 بيضات، بيض احمر من الكبير. 8 بيضات بدرجه حراره الغرفه. مهم جدا ان هما بيبقوا درجه حراره الغرفه عشان يعمل معاكي فوليوم. زائد كوبايه سكر ومعلقتين سكر كمان، يعني كوبايه سكر ومعلقتين سكر كمان، سكر حبيبات عادي. وتحطي عليهم يا اما معلقه صغيره فانيليا يا اما 2 باكت صغيره فانيليا. ذره ملح. تضربي البيض دوت 10 دقايق، تضربيه ضرب مبرح 10 دقايق. تفضلي تضربي فيه لحد ما يعمل فوليوم كده، وتحسي بعد 10 دقايق تعملي علامه الاس عليه كده، تحسي ان هي ما تختفيش على طول، تحسي ان هو ايه، حاسه ان هو يعني ماسك نفسه، مش اللي علامه الاس ما اختفتش بسرعه. خلاص طول ما تحسي بقى ان علامه الاس دي او اي علامه عملتيها ما اختفتش بسرعه وبقى الفوليوم بتاعه كويس وقوي، تنزلي بقى بالدقيق اللي انت دخلتيه دوت حبه صغيره حبه صغيره. طبعا بنشيل المضرب الكهربائي ونستخدم السباتشولا على طول. بتروحي نازله كده حبه صغيره وتدوبي يعني وتلفيهم كده في الخليط لحد ما يختفوا. تنزلي بيهم حبه 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 لغايه ما تخلصي جميع الدقيق اللي معاكي. شويه الدقيق اللي معاكي تكون انت بقى طبعا، او قبل ما تبتدي تكوني مولعه الفرن على 220 تسخن كويس. وبعدين ايه، تروحي مدخله بقى الصاج دوت. بعد ما حطيتي هنحط، تجيب الاول الصاج بقى. طبعا ما قلتلكيش ان احنا نجيب صاج 60 في 80
نجيب صاج في 60 في 80. لو عندك صاج اقل من كده 5 سنتي كده مش فارقه يعني، ما بتفرقش، او ما فيش داعي ان احنا نعقد نفسنا لازم يبقى 60 في 80 بالظبط ومش عارفه ايه. لا عادي، ما فيش مشكله خالص لو قال لي 5 سنتي من هنا او 5 سنتي ولا يهمك، كله ماشي وكله حلو. المهم يبقى ناشف كويس، وتدهنيه كده بالفرشه حبه زيت صغيره، وتحطي فيه ورقه زبده كبيره جدا. لازم تغلفي الحروف اللي طالعه من فوق دي لازم، عشان كده بنحط نقطه الزيت عشان تلزقي الجناب كده، تلزق فيها الورقه ويبقى كله متغلف بورق الزبده. تمام تمام. نجيب فرشه برضو تانية فيها حبه زيت صغيره، وندهن ورق الزبده من فوق، من الناحيه اللي هتحط عليها الكيك، ندهنها جميعها، حاطه الحروف من فوق ديت اللي لفه دي عشان تبقى طالعه معاكي بسهوله. هتدهنيه كويس جدا، وتروحي ايه صبه فيه الخليط ومسوياه كده، وبعدين تروحي رزعاه رزعتين كده على الترابيزه عشان الهواء يطلع منه، ويبقى ان شاء الله جميل. دخليه في الفرن على درجه حراره 220 لمده 10 دقايق، من 10 ل 12 دقيقه، مش اكتر من كده خالص. تبقى عينك عليه من 10 ل 12 دقيقه عشان ما يتحمش منك، وتخلي الشبكه في الوسط في الوسط. ولو انت فرنك حامي قوي ممكن تخليه على 200، بس خليكي واخده بالك ما يبقاش اظبطي المنبه من 10 دقيقه 10 دقايق ل 12 دقيقه فقط لا غير، علشان ما يبقاش محموش من تحت ويبقى ناشف. وطبعا انت عارفه ده ما بيبقاش حلو. انت يا دوبك كده هو تبص تحسي ان هو خد لون حلو كده، من 10 ل 12 دقيقه مش اكتر من كده. وتروحي طافيه عليه، وتروحي مطلعاه، تروحي مغطياه بورق زبده تانية بقى على وشه، علشان ايه يبتدي يعرق شويه. ليه بقى؟ الورقه، فايده الورقه اللي على الوش دي هتعمل ايه؟ الاول هتغطيه بالورقه الزبده كبيره على وش الصاج كله، وتحطي عليه فوطه او فوطتين بقى وتغطيه. ليه بقى دول؟ علشان يتعرق شويه ويبرد. سيبيه بقى على الحال ده كده ساعتين 3 على قد ما تقدري، وتيجي بقى بعد كده ترفعي الغطا، هتبص تلاقي ان ما تشيلي الورقه هيتشال معاها اللي فوق دي، الوش اللي فوق دوت لو في وش عامل بسيط هيتشال، لان احنا بنحب نشيل الوش اللي فوق. وتروحي قلباه تانية على ورقه نظيفه تانية، هتبص تلاقي تشيلي الورقه اللي ورا هيتشال معاها ايه اللي هي الوش اللي الناحيه التانية، يبقى معاكي السبونج ايه روعه كده. هتروحي مستعدلاه قدامك كده، بعد ما تستعدليه قدامك كده هتقيسي بالمسطره وتروحي قسماه نصين من العرض. حلو، لان احنا هنحط نص فوق نص. وبعد ما نيجي نحضر نقسمه نصين كده، هنجيب طبعا سائل مربى خفيف، مربى الفراوله، اي مربى عندك خفيف يعني سائل، زي يعني لو جبتي معلقه مربى بس اللي يكون دايبه دي، تحطي عليها شويه ميه سخنه وتغليها على النار، وتروحي ساقيه بيها الوش الجزء التحتاني. وبعدين طبعا الكريم جانتيه، ضربنا كوبايتين كريم جانتيه مع نص كريمه باستري، نص كوبايه كريمه باستري مع كوبايتين لبن ساقع، وتزودي حبه ميه ساقعه لو انت حبيتي بعد كده. وتروحي فارده بقى بعد المربى دي اللي انت حطيتيها الخفيفه اللي عاملاها زي الميه دي، تروحي فرشه عليها ايه الكريمه، وبعدين تروحي حاطه الناحيه التانية وفرشه برضو عليها كريمه، وبعدين تشرطيها باي حاجه عندك، بشوكه، بالاداه اللي احنا عندنا زي المشط ديت، تعملي بيها شرط كده. وبعدين تبتدي تزوقي وتحطي وردات، وتحطي تزوقي بالحاجات اللي هي الفواكه مسكره، او اللي هي الشوكولاته الشيبسي، اي حاجه عندك تحب تزوقي بيها، بس هيطلع طعمه في منتهى الجمال. وهيطلع معاكي 18 قطعه. شوفي انت بقى القطعه ب 30 جنيه دلوقتي، اللي هي يعني المحلات اي كلام يعني نص نص. شوفي انت بقى عملتي كام قطعه؟ 18 قطعه. حاجه جميله وحاجه موفره جدا، وبسطي ولادك وبسطيهم كلهم في اي مناسبه. اعملي طول ما انت قاعده، ده مش هيبقى مكلف بالنسبه لك. وقت ما تحبي اعمليه، بدل ما كل شويه تقولي لا لسه هندفع مبلغ وقدره عشان نجيب جاتوه نجيب تورته. لا، انت في بيتك تقدري تعملي كل حاجه، تسعدي نفسك وتسعدي ولادك، وبالهنا والف شفاء. ويا ريت لو عجبكم تدعموني باللايك والشير، واشكركم.